في عالم العلاقات، الكلمة اللي الكل بيدور عليها هي الحب. لكن اللي قليل قوي بيفهموا إن الحب مش معنى واحد، بل لغات مختلفة. فيه اللي بيقول بحبك بالكلمة، وفيه اللي بيقولها بالفعل، وفيه اللي صمته بيصرخ بيها من غير ما ينطق. الراجل والمرأة ممكن يعيشوا تحت سقف واحد يجمعهم نفس البيت ونفس الأحلام، لكن تلاقي بينهم فجوة مش مفهومة. هي تقول هو اتغير، ما بقاش زي الأول، وهو يرد أنا ما عملتش حاجة غلط. والحقيقة ولا واحد فيهم غلطان. كل المشكلة إن كل واحد بيتكلم بلغة حب مختلفة. المرأة بطبيعتها مخلوق عاطفي جدا، قلبها بيتغذى على الكلمة، على اللمسة، على النظرة، على الاهتمام البسيط. كلمة وحشتيني ممكن تغير مزاجها يوم كامل، ونظرة إعجاب ممكن تخليها تدي بلا حدود. هي مش بتدور على الكمال، هي بس عايزة تحس إنها مرئية، إن وجودها مؤثر، إن حبها ملموس. أما الرجل فبيفكر بطريقة تانية تماماً. هو شايف إن الحب فعل مش كلام. يعني لما يوفر، يحمي، يتعب علشانها، دي بالنسبة له أقوى طريقة يقولوا بيها بحبك. هو ما يتكلمش كتير، بس أفعاله بتتكلم عنه، حتى لو هو مش عارف يوصل ده بالكلمات. ولما ما تحسش الست بده، يبدأ هو يحس إنه مش مقدر، وده يبعده أكتر. من هنا تبدأ الدائرة. هي تزعل لأنه ما بيعبرش، وهو ينسحب لأنه حاسس إنها مش مقدرة اللي بيعمله. فتتحول لغة الحب الجميلة لصمت وجفاء. لكن الحقيقة المدهشة إن لما كل طرف يتعلم لغة الآخر، العلاقة مش بس بتتحسن، دي بتتغير تماماً. بيبدأ كل واحد يشوف الحب بعين التاني. هو يتكلم أكتر، وهي تلاحظ أفعاله أكتر، فتتكون بينهم لغة جديدة. لغة فيها توازن بين المشاعر والفعل، بين الكلمة والحركة، بين الأنوثة والرجولة. الحب في جوهره مش مين يحب أكتر، لكن مين يفهم التاني أعمق. وده هو سر السعادة بين الرجل والمرأة، إنهم يتكلموا نفس اللغة حتى لو الحروف مختلفة. واحد، الرجل يحب بالفعل، والمرأة تحب بالكلمة. الرجل عادة بيعبر عن مشاعره من خلال العمل، يحاول يحل مشاكلها، يقدم لها شيء عملي، يساعدها في حاجة، أو يوفر الأمان. لكن الست بتحب تسمع الكلمة بحبك، وحشتيني، انت أجمل حاجة في حياتي. دي كلمات بالنسبة لها بتساوي أفعال. ولما الراجل ما يقولهاش، بتحس إنه ما بقاش بيحبها، رغم إنه ممكن يكون بيعمل كل حاجة علشانها. العلاج التوازن. هو يتعلم يقول، وهي تتعلم تلاحظ أفعاله. 2، المرأة تعبر بالعاطفة، والرجل بالعطاء. الست لما بتحب بتدي مشاعر ودفء واهتمام. الراجل لما بيحب بيحاول يكون سند. هو يشوف إن الحب مسؤولية، وهي تشوفه مشاركة. يعني هو يشتغل ويتعب علشانها، وهي تزعل لأنه مش فاضي يقعد معاها. هنا لازم كل طرف يفهم إن طريقة تعبير الآخر مختلفة، مش ناقصة. 3، الراجل يحب أن يقدر، والمرأة تحب أن تحتضن. الراجل لما بيحس إن مجهوداته مش مقدرة بينسحب عاطفياً، لكن لو الست شكرته على أبسط حاجة، أنا بحبك لما بتفكر فيا كده، بيحس إنه ملك الدنيا. أما هي فمش عايزة شكر بقدر ما عايزة حضن، لمسة، أو نظرة فيها اهتمام. هي تحب الإحساس بالأمان أكثر من الكلمات الكبيرة. 4، المرأة تفكر بعاطفتها، والرجل بعقله. الست بطبيعتها بتقودها مشاعرها، أما الراجل فبيميل أكتر للتفكير المنطقي والعقلاني. وده مش عيب في أي طرف، لكن اختلاف فطري في طريقة التعامل مع الأمور. لما الست تزعل أو تمر بموقف مضايقها، هي غالباً محتاجة تحكي، مش علشان حد يحل، لكن علشان تفرغ اللي جواها.
الكلام بالنسبة لها وسيلة تهدئة، ولما تلاقي اللي يسمعها باهتمام تحس إنها اتفهمت واطمنت. لكن الراجل لما يسمعها بيترجم كلامها تلقائياً كمشكلة لازم تتحل، فيبدأ يدي حلول واقتراحات وهو فاكر إنه بيساعد، لكن من وجهة نظرها هي مش عايزة حل، هي عايزة حضن وكلمة بسيطة زي أنا حاسس بيكي. وده سبب كتير من الخلافات الصغيرة اللي بتكبر. وفي المقابل لما الراجل يمر بمشكلة بيميل للصمت والتفكير لوحده، هو مش بيتهرب لكنه بيحاول يرتب أفكاره. أما الست فبتفسر صمته إنه مش مهتم، مع إن اللي بيعمله محاولة هادئة للتعامل مع الموقف بطريقته. العلاقة بتتوازن لما الاتنين يعرفوا ده، هو يتعلم يسمعها من غير ما يقاطع أو يحل فوراً، وهي تتعلم تسيبه يفكر وقت ما يحتاج مساحة. لأن الحب مش بس مشاركة مشاعر، ده كمان احترام لاختلاف طريقة التفكير. 5. لغة الوقت عند المرأة ولغة الفعل عند الرجل. المرأة تقيس الحب بالوقت، أما الرجل فيقيسه بالفعل. وده الفرق اللي بيخلق آلاف اللحظات من الزعل وسوء الفهم، رغم إن النية عند الاثنين سليمة جدا. الست لما تحب بتشوف إن أقوى دليل على الحب هو الوجود، إنك تقعد معاها، تتكلم، تسمعها، تلاحظها، تشاركها تفاصيل يومها حتى لو بسيطة. هي مش عايزة منك معجزات، هي عايزة تشعر إنك موجود فعلا بجسدك وبقلبك، مش مجرد شخص بيعدي في حياتها. عندها كل دقيقة معاك هي تأكيد جديد إنك بتحبها وإنها مش لوحدها في العالم. لذلك لما الراجل يكون مشغول جدا بالشغل أو بالتفكير أو حتى بس ساكت ومش منتبه، هي بتحس إنها اتهمشت وإنها مش مهمة كفاية، مش لأنك مقصر فعلا، لكن لأنها تفهم الغياب بمعنى البرود. هي تفهم الصمت كابتعاد، وتفهم الانشغال كإهمال، وده لأن لغتها العاطفية مرتبطة بالزمن والمشاركة والملاحظة. أما الراجل فبيفكر بطريقة مختلفة تماماً، هو مش بيقيس الحب بالوقت اللي يقضيه، بل بالفعل اللي يقدمه. يعني لما يتعب في شغله علشان يوفر حياة كويسة، أو يصلح حاجة في البيت، أو يحل مشكلة تخصها، هو شايف إن ده أعلى درجات الحب. هو بيفكر كده: أنا بحبك، علشان كده بعمل كل ده علشانك. لكن لما هي تزعل إنه مش قاعد معاها أو مش بيتكلم، بيحتار وبيقول لنفسه: أنا بعمل كل حاجة علشانها، إيه اللي ناقص؟ الفرق هنا مش في الحب، الفرق في لغة التعبير عن الحب. هي تشوف وجوده معها حب، وهو يشوف مجهوده علشانها حب. الحل مش إن واحد فيهم يغير طبيعته، لكن إن كل طرف يتعلم لغة التاني. الراجل ممكن يخصص وقت بسيط يوميا يسمعها فيه، أو يقعد معاها من غير تليفون. والست في المقابل لما تشوفه مشغول أو تعب في حاجة علشانها، تفتكر إن دي طريقته هو في التعبير. الاهتمام عندها وقت، والعطاء عنده فعل. هي عايزة اللحظة، وهو بيصنع المستقبل. لكن لما الاتنين يفهموا المعادلة دي، العلاقة بتتحول من زعل على المجهود لتقدير للمجهود. ففي النهاية الست مش محتاجة ساعات طويلة، هي محتاجة لحظة حقيقية فيها حضور. والراجل مش محتاج شكر على كل حاجة، هو محتاج إحساس إن تعبه له معنى. ولما الاتنين يتبادلوا ده، بيكتشفوا إن الحب مش ضاع، هو بس كان بيتكلم لغتين مختلفتين. 6. الرجل يحتاج التقدير، والمرأة تحتاج الاهتمام. الست بتزدهر بالاهتمام اليومي، ولو بسيط، مجرد صباح الخير أو عاملة إيه، كفاية تخليها تحس إنها محبوبة. الراجل في المقابل مش بيدور على الاهتمام بنفس الطريقة، لكنه محتاج يحس إنه ناجح ومقدر. لما تحسسه إنه قوي ومصدر أمان،
بيقرب منها أكتر من أي وقت تاني. 7. المرأة توف بتحب تشرح كل جزء فيه: المكان، الوقت، الإحساس، رد الفعل. هي مش بتعمل كده علشان تطول، لكن لأن التفاصيل عندها وسيلة للتعبير عن المشاعر اللي عاشتها. كل تفصيلة بالنسبة لها بتوضح إحساسها الحقيقي. أما الراجل فبيميل للاختصار، هو يركز على النتيجة مش الرحلة. فبدل ما يحكي كل حاجة يقولها في جملة واحدة: كل حاجة تمام، أو الموضوع خلص. وده مش برود ولا عدم اهتمام، ده طريقته في التفكير، يختصر علشان يوصل للمغزى بسرعة. المشكلة بتحصل لما الست تفسر اختصاره إنه عدم رغبة في الكلام أو مشاركة، بينما هو شايف إن مفيش داعي للتفاصيل لأنها مش مهمة في نظره. هنا بيحصل سوء الفهم، هي تشوفه غامض أو بعيد، وهو يشوفها بتتكلم أكتر من اللازم. الحل إن كل طرف يفهم أسلوب الآخر. هي تقلل التفاصيل شوية لما تحس إنه مش مركز، وهو يحاول يسمعها باهتمام أكتر حتى لو مش مهتم بكل جزء. مش علشان التفاصيل نفسها، لكن لأن التفاصيل بالنسبة لها طريقة تواصل وجداني، مش مجرد حكي. وبالعكس، لما هو يتكلم باختصار هي تحاول ما تضغطش عليه بالتفاصيل الزايدة، لأن دي طريقته في الراحة النفسية. التفاهم هنا مش في عدد الكلمات، لكن في فهم النية اللي وراها. هي بتتكلم علشان تقرب، وهو يختصر علشان يبسط. ولما الاتنين يفهموا ده، الحوار بينهم يبقى أسهل وأنضج. 8. المرأة ترى الحب تواصلا دائما، الرجل يراه استقرارا. هي عايزة العلاقة تكون متجددة، مكالمات، رسائل، لحظات رومانسية. هو شايف إن العلاقة لما تبقى مستقرة ومفيش مشاكل، ده دليل إنها كويسة. يعني في الوقت اللي هي تحس إنه اتغير، هو شايف إنه مرتاح. وده اختلاف جوهري في مفهوم الحب بين الطرفين. 9. الرجل يعبر بصمته، والمرأة بالكلام. لما الراجل يضايق بينسحب ويفكر لوحده، لكن الست وقت الزعل تحتاج تحكي وتتكلم، وده بيخلق فجوة. هي تشوف سكوته إهمال، وهو يشوف كلامها ضغط. المفتاح هو الصبر، هي تسيبه يفكر وهو يسمعها لما تتكلم. 10. الحب عند المرأة مشاركة، وعند الرجل حماية. الست عايزة تشارك في كل تفاصيل حياته، الصغيرة قبل الكبيرة. أما الراجل فبيشوف دوره إنه يحميها ويمنع عنها التعب. هي تشوف في الحماية تحكم، وهو يشوف في المشاركة تدخل. ولما يتفهموا إن دي طريقتهم في الحب، العلاقة بتتوازن وتهدأ. وأخيراً في النهاية، الحب الحقيقي مش إن الراجل والست يكونوا شبه بعض، لكن إنهم يفهموا اختلاف بعض. الاختلاف مش عيب، بالعكس، هو السبب اللي بيخلي العلاقة بين الاتنين فيها توازن وجمال. الراجل بيعبر بالفعل والمسؤولية، والمرأة بتعبر بالعاطفة والاهتمام. ولما كل طرف يصر يفهم التاني بطريقته هو، العلاقة بتبدأ تتعب وتفقد معناها. الحب مش بس مشاعر لحظة أو كلمات حلوة في بداية العلاقة، ده لغة لازم تتعلمها علشان تقدر توصل مشاعرك بوضوح. زي أي لغة في الدنيا، لو ما فهمتهاش تفضل تقول كلام حلو من غير ما يوصل. لكن لما تتعلمها، حتى سكوتك ممكن يفهم على إنه حب. لما الراجل يتعلم إنه يقول كلمة حلوة بين الحين والتاني، ولما الست تتعلم تشوف الحب في تصرفاته مش بس في كلامه، كل حاجة بتتغير. الخلافات تقل، والدفء يرجع، والاحترام يزيد. المرأة مش محتاجة راجل مثالي، هي محتاجة راجل يفهمها ويحتويها. والراجل مش محتاج ست خارقة، هو محتاج ست تقدر اللي بيعمله وتدعمه. دي معادلة بسيطة، لكنها جوهر العلاقة السليمة. الحب الحقيقي مش في الوعود، لكن في الفهم والمجهود. إنك كل يوم تختار تفهم شريكك أكتر، حتى لو تعبك شوية،
لأن ده هو الفارق بين علاقة مؤقتة وعلاقة بتعيش. في النهاية، لما يتعلم الراجل لغة المرأة وتتعلم المرأة لغة الرجل، الحب ما يبقاش مجرد مشاعر، يبقى حوار صادق بين قلبين بيتكلموا بلغتين لكن بيفهموا بعض تماما.